السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا أحبابنا إن شاء الله تكونوا بخير ولاباس الصحة والهنا أجمعين إن شاء الله. اليوم عندنا فيديو جديد وغادي نعطيكم فكرة كما يقولون الإنسان على هذا المشروع تاع تربية الدواجن. نعطيكم واحد الفكرة اللي يحب مثلا إنسان يحب يبدأ المشروع تاعو بها ولا يخدم بها، هي فكرة مليحة. هي كما قلت تخص في تربية الكتاكيت، كما نقولوا تخرج الكتاكيت فلالس وتخرجهم عندك وتخليهم مدة 20 يوم 25 يوم حتى شهر وتعود بها، وحتى تقدر بكمية كبيرة تبيع حتى النهار الأول النهار الثاني نهار الأسبوع الأول. المهم كي تدخل في الدومال هذا تقدر تلقى الهدف تاعك كره هذا. الحاجة الأولى لازم كما يقولوا إنسان واحد لازم تكون تدي بعض المعلومات على الفلوس، خاصة كي تكون أول تجربة لك باش تربيه ولا باش كما يقولوا تطلعه من النهار الأول حتى مثلا مدة 20 يوم ولا مدة شهر. لازم تدرس بعض كما يقولوا بعض النقاط تلقاها معلومات، هي ماهيش حاجة كبيرة ولا، ودير تجربة أولى ولا زوج تجربات ولا بكمية صغيرة مثلا 20 فلوس 30 فلوس ديماري به، وكما يقولوا الإنسان ومن بعد تاخذ تجربة بالعقل تولي عندك تجربة. هي ماهيش حاجة كبيرة ولا كما يقولوا الإنسان حاجة بسيطة، وشنو تعتمد شوية بعض التركيز ولا على باش ما يكونش عندك كما يقولوا الخسائر، خاصة في الفلوس في الديماراج تاعو. باش ديماري كاين وين مشكل مثلا يدخل لك فيروس ولا يقتل لك الفلوس ولا بعض الأمراض مثلا أمراض تاع كما يقولوا تاع السرة هذيك الفضلات تاعو تلصقلو في الخلف ثاني هذاك مشكل. وكي تكون حرارة كبيرة عندك في الحضانة ثاني مشكل، ولا مخصوص حرارة مشكل. هذه هي تجربة هما لازم تعرفهم. وباش تبدا المشروع تاعك وتكون عندك كيما يقولوا نسبة كبيرة من الفايدة تاعو، تكون نسبة كبيرة، ما عليك غير على فقاصة تصنعها ولا تشريها. إلا كانت عندك كيما يقولوا بعض المعلومات ولا تقدر تخدمها ولا تشريها تلقاها واجدة نورمال تقلع ديريكت في المشروع تاعك. تجيب فقاصة تاع مثلا 60 بيضة 100 بيضة 200 بيضة حتى 500 بيضة على حسب الامكانيات تاعك وعلى حسب القدرة تاع الديمارج تاعك وعلى حسب المنطقة اللي راك فيها وكيفاش يكون الفلوس تاعو كيفاش البيع تاعو، اسكو بكميات كبيرة ولا كميات صغيرة. انا عندي فقاصة هنايا ترفد 120 حبة بيض، تقريبا نحط لها 60 حتى 70 حبة، مانيش نكثر بزاف، قليل وين نحط 80 حبة. نسبة التفقيس تاعها راه 60 65 حتى 70%، ما راهيش نسبة كبيرة ولا، بصح انا كيما يقولوا راني في تجربة معها. لحد الآن راني في تقريبا هذه الفقاصة الثالثة. أول التجربة الأولى أو فيها كاين الفيديو تاعها اللي يحب يشوفهم، والثانية التجربة الثانية كيف هذه التجربة الثالثة. هنايا تقريبا عندي 40 فلوس من أصل 60 بيضة، عندي 10 خرجوا لي ماشي مخصبين ولا 12 ولا، وكان اللي بعض الاخرين اللي ماتوا لي قبل ما الفلوس مات داخل البيضة في الايامات الاخرين، واحد 10 حبات هكذا تقريبا. وما شاء الله كما دوك هذا الفلوس راه عندي تقريبا 15 يوم العمر تاعو، وراني مساجل الفقاصة تاعي تقريبا عندها اسبوع. وهذا تقريبا الفلوس اللي راه عندي كومبليس ما شغل تقريبا ركاع راه نبيعو نورمال عندي المشتريه لي كوموندين. كيما قلت لكم طريقه بسيطه تقدر تعاون بها روحك، خاصه في المرحله هذه مرحله الربيع والصيف يكون عندك شي شغل حاجه سهله باش تربي الفلوس تاعك. والناس دومونديك تقدر تربي زعما شغل الناس كي دير الفلوس دركا تقدر ما يموتلهاش تربيه نورمال. وهذه طريقة صغيرة تقدر تعاون بها روحك، كما يقولوا الإنسان شوية تعاون شوية في شوية مدخول وتكل على ربي.
اما بالنسبه للبيض، البيض تشري عليه كونفيونس، لازم تكون واعد تاع الكونفيونس. ولا احسن تربي قاطع عندك تقريبا 30 دجاجه، ولا يقدروا هما يزيدوا يدعموك بالبيض كيما راكم تشوفوا. حاجه بسيطه، ورانا ندير لكم فيديو على الفقاصه هذه باذن الله. احنا شفنا لكم بعض النقاط كيفاش كنا نصنعوا فيها في بعض الفيديوهات القدم اللي درناهم، بصح نزيدو نعطوكم واحد التوضيحات. نتاعها كي نهار تخرج الفلوس تاعها نديرو عليكم، نديرو لها فيديو توضيحات بعد التوضيحات. ونتمنى كيما يقولوا اي واحد شاف معنا الفيديو لا بروميير فوا يشارك معنا في القناة، وشوية دعم اللي جا من كومونتار اللي حبيتو اللي راه يطلب عليه، واي حاجة معلومات يقدر يخلينا في تعليق نقدروا نفيدو، خاصة في الناحية تاع الكتاكيت ولا الفقاصة اللي رانا صنعنا. ونتمنى لكم الصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.